وجدي، كل ما يغيب بيلينغهام مع ريال مدريد، ابراهيم دياز يوري لي روحه، يوري هو اللي تقريبا هو النجم في الريال. وهذيك لا بون جيستيون تاع فريق كيما ريال مدريد. مشى بري يلعب، مشى الميلان يلعب، وقت اللي هو يعمل دي بيرفورمانس باهين ما رجعوهش، وقت اللي ما نجم يكون ما يدخلش في المنظومه نتاع ريال مدريد وقتها. لكن في الوقت المناسب المدرب انشيلوتي واداره ريال مدريد عرفت وقتاش ترجع اللاعب، قاعد ياكد الحقيقه مالغري اول ما رجع مش قاعد يلعب من الاول، مي شاك فوا يهبط يعمل دي ماتش باهيين، يكونفيرم من ماتش وتوا المدرب الحقيقه عنده بيلينغهام وعنده ابراهيم دياز لزوز اون سوبر فورم. بون سي انشيلوتي فرحان، انشيلوتي صح عليه. شوف ابراهيم دياز وجايو في الصيف كيما كان يحكي جاي في الصيف مبابي يحكي على التتار توا انا معاها على طول. احنا شوف ديما نقولوا اللاعبين اللي زيكسباتريي اللي جاوا لتونس ديما نقولوا مو شوا، كي نقولوا كلمه شوا اش معناها؟ معناها فما هكا ولا هكا اختار. هما راهو هذاك ما فما حتى شوا الوحيد هذاك راهو اللي يجي، ما فماش شوا، كلمه شوا نحيوها. فماش شوا، معناها انا شوا باش تختار يا هادي يا عبد الستار، وانا عندي كان هادي فوالا. ابراهيم دياز اليوم 24 25 هو من عام 99. هوني في تونس عندنا لاعبين مولودين 99 راهو ما عملوا ماتش اثنين قريب يعملوا تمثال في تونس راهو. صحيح. وتوا شيء ما فهم. صحيح. فهمت؟ دونك ما برجوليه معناها ملاعبي ما معناها يكونفيرم الماتش ونتصور باش يكون واحد من نجوم الكاس. حتى منتخب المغربي راه مش مسلم لتوا، مازالوا يحبوا يغريوا اللاعب، يحبوا. شوف ولو انه منتخب الاسباني راهو بون ينجم يلعب مي صعيب في ظل تواجد بادري غافي لاعبين اصغر منه برشا 2004 2005 اللاعبين هذوما اصغر منه بخمسه سته سبعه سنين، واللاعبين القادمين توا يامال 2007 ولا 2008. دونك فرصه اللاعب في المنتخب الاسباني باش تكون اقل هو، لكن اذا كان هو اختار ممكن حتى يكون في المجموعه نتاع المنتخب الاسباني ريان كو باش يتوج بالبطولات كما قال عبد الستار، وصوله للنهائيات كوب دوروب والكوب دو موند اسهل من مع المنتخب المغربي. هذيك حاجه اخرى، لكن اللاعب الحقيقه ممتاز جدا.